بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هاي، انا اسماعيل. انا ايه؟ كاس العالم. كاس العالم. انا ما بفهمش في الكوره خالص، بس جات لي فكره ايه؟ عايز اعرضها للناس، فيا ريت تسمعوني كده واستبروا عليا. فانا جات لي فكره كده بتقول ايه، او عرفت معلومه بتقول ايه، ان كاس العالم اللي بينظموا ناس اسمهم الفيفا. فيفا. تمام. الفيفا دول بيدوا فلوس للمنتخبات اللي رايحه تلعب في كاس العالم. حصل. بيدوهم كام بقى؟ كام؟ بيدوا كل لعيب 11000 دولار. يعني بياخدهم في جيبه؟ لا، بيروحوا للنادي اللعيب ده بيلعب فيه. هم بقى بيبقوا كام لعيب؟ 11. 26 لعيب. ايه ده مش 11؟ ما هم بياخدوا بقى بالبدايل معاك. كل لعيب من ال 26 هياخد 11000 دولار. 11000 دولار غير بقى المدرب ومساعدينه والفريق الطبي، مثلا هم كلهم على بعض حوالي 50 واحد. تمام. كل واحد ياخد 11000 دولار، يعني كام؟ يعني 550,000 دولار. اوبا، يا لهوي، ده رقم اهو. مصر بتروح كاس العالم تعمل ايه كل مره؟ بنخسر. نخسر ونرجع. طب ما ايه رايكم بقى، بدل ما الفلوس دي كلها تروح للنوادي التانية دي، طب ما احنا بدل ما نبعت محمد صلاح وشلته، لا احنا نبعت شويه ناس من الهرم. يعني ننزل الهرم كده ننقي 50 واحد هم دول اللي نبعتهم، وندي كل واحد فيهم في الشهر ده 20,000 جنيه. فهناخد ال 11000 دولار دول صافيين يا معلم. ماشي. اخصم منهم 20,000 جنيه لكل واحد. باقي الفلوس دي بقى ناخدها نعمل بيها مشروع. ايه رايك؟ طب هتقولي طب ليه مش كل واحد ما ياخدش ال 11000 دولار الناس اللي راحت مثلا؟ هقول لك عادي، ما هو الناس دي احنا هنتفق معاهم كشغلانه. الشغلانه ده شهر، احنا ناخد الفلوس، ناخد بقى الفلوس نعمل بيها حاجه، نعمل بيها مشروع بقى. هو المهم ان المنتخب راح، المنتخب بيروح ازاي؟ بيروح تصفيات. فاحنا هنجيب اللعيبه دي كل مره يلعبوا لحد ما يدخلونا كاس العالم. نقول لهم اركنوا على جنب، ما هم كده كده بيروحوا يخسروا. ايوه. نروح احنا نبعت ناس من عندنا يخسروا ويرجعوا بالفلوس نعمل مشروع. مش نفتح مول. بما انه كده كده اللعيبه بتروح كاس العالم تخسر، ما احنا هنروح ونخسر. اللي هيروحوا دول يقعدوا يجروا شويه كده في الملعب ويخش فيهم شويه اجوان ويقولوا خسرنا ويرجعوا. او هيركب طياره وهياكل وهيتفسح وهيشوف اللعيبه التانيه. ايه رايك؟ مين هيوافق؟ انا. ايه رايكم يا جماعه في الفكره دي؟ ونبتدي نعمل مشاريع ونحترم نفسنا. ايه رايكم؟ على فكره هي فكره حلوه جدا. فكره حلوه جدا وهننفذها ان شاء الله في كاس العالم ده. المسؤولين بس يسمعوني ويمشوا ورايا، هنكسب دهب كلنا. انتي معايا؟ معاك. اللي معانا تاني يا جماعه يكتب لنا في الكومنتات انا معاك يا اسماعيل، عشان هاخده معايا. الخطه الجهنميه دي هاخده معايا بره، اللي احنا مش عارفين هنوصلها للبشر ازاي. ما احنا بقى الفيديو ده الناس هتشوفه فهيجيبونا. ايوه. قالوا تعالوا الواد المتخلف ابو افكار متخلفه ده يجي. بصوا يا جماعه، بصوا التفكير بره الصندوق. الحمد لله. ده بره البيت كله مش الصندوق. والسلام عليكم. سيريري. برا